ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني شرفتوني. انا ياسمين. النهارده اتكلمنا بالخطوط العامه المره اللي فاتت في الفيديو اللي انتوا شايفين صورته دلوقتي ده، واسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، على الاساسيات لروتين البشره. طبعا تاني حاجه السيروم، وهتكلم عن النهارده عليه بالتفصيل. انت وانت رايحه تشتري تعرفي انت بتشتري ايه، ودي ينفع مشكلتك ولا ما ينفعش مشكلتك. انت ممكن تجيبي اي حاجه وخلاص ممكن تدمر البشره. قبل ما نبتدي الفيديو وهعرفكم ايه اللي معايا دول، نعمل لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنت. انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات موجودين تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي باول حاجه. اول حاجه هتكلم عليها وهو الريتينول. انا بستعمل سيلت وبستعمل انفينيتي. طيب انا سيلت بالنسبه لي ما جابش نتيجه، هو بيفتح البشره وخلاص. انفينيتي هو اللي حلو جدا جدا، مناسب لكل انواع البشره، حتى للبشره الحساسه. خالي من العطور. السيرم الريتينول اللي فيه 0.5 نسبه عاليه جدا، فدي حلو جدا. في نسبه هيرونيك اسيد والناس رميته فيه كليكوليك اسيد، فده حلو جدا. انفينيتي احلى كتير من سيلت كاتبين عليه مكونات كتير قوي، مش كاتبين نسبة الريتينول اللي فيه. ايه فوائد الريتينول بقى؟ انت كلمتينا كده المكونات اللي فيه. ايه فوائد الريتينول؟ دي اخر علامات الشيخوخة. يعني لو انت مثلا سنك 20 سنة وقعدت تستعمليه 10 سنين بدون توقف، يعني 365 يوم، يعني كل يوم بالليل قبل ما تنامي، لما تعدي ال10 سنين هيبقى عندك 30 سنة، لما حد يشوفك هيديكي سن 20 سنة. هو ده اللي بيعمله الريتينول. طبعا البقع، الحبوب، الرؤوس السوداء اللي بتبقى في البشرة، الخطوط بتحطيه على فكرة تحت عينك عادي، يعني ده معمول، يعني بصراحة ينفع جدا لتحت العين بالمكونات كلها اللي فيه، ينفع جدا لتحت العين، ما يلتهبش البشرة خالص ولا يعمل اي حاجة. فده اللي عاجبني في انفينسي، ده انا حسيته بيفتح جدا البشرة. فانتي دلوقتي بشرتك كويسة، بشرتك ما فيهاش حبوب، بشرتك تمام، استعملي الريتينول. انتي اول مرة بقى تستعملي الريتينول هيطلع لك حبوب، ده طبيعي، طبيعي هيطلع حبوب لاول مرة تستعملي اي حاجة في الدنيا هيطلع حبوب. كملي عادي، كملي، يطلع حباية 2 هتكملي عادي، هتقولي انا بشرتي اتدمرت ومش عارفه ايه. كملي عادي، مفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. تاني حاجه، بتدرجي الريتينول. بتدرجيه ازاي؟ يعني اول مره بتجيبيه بتستعمليه 3 مرات في الاسبوع، بعد كده بنعدي اسبوعين، الاسبوعين التانيين من الشهر بنبتدي نستعمله 4 ايام في الاسبوع، الشهر اللي بعده بنستعمله 5 ايام في الاسبوع، الشهر اللي بعده بنستعمله كل يوم. بندرج بشرتنا واحده واحده عشان تتعود على السيرم. بس كده. بس ده لو انتي عايزه تفتحي بشرتك. انا مش حاسه انه بيعمل حاجه، اوكي، بس انا لازم اقول لكم اللي انا استعملته ونفع معايا ولا ما نفعش معايا. تاني سيرم معانا فيتامين سي، والاثنين اللي انا بستعملهم وحلوين جدا 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 ستارفل، وكمان بايو بالانس 10%. دول حلوين قوي قوي. انا في الشتاء بستعمل بايو بالانس، وفي الصيف بستعمل ستارفل. ليه بقى في الشتاء؟ الشتاء بتبقى بشرتنا جافه جدا، وده في نسبه زيت، يعني فيتامين سي تقيل شويه، فينفع جدا للبشره. وينفع كمان لو بتحطي ميك اب، مش عايزه الميك اب يخطط تحت عينك وشكله حلو وجميل وكل الجو ده، تجيبي بايو بالانس لو انت بشرتك جافه، فده ينفع معاكي وحلو قوي قوي قوي. ده سعره تقريبا دلوقتي 450 جنيه، بتلاقي النتيجه من تاني عبوه. طبعا وستارفل بالعبوه الثالثه بتبان النتيجه بتاعته، اوكي. هو ده. طيب ايه فوائد فيتامين سي؟ بيعلي حمايه كريم الشمس اللي انت بتحطيه الصبح، بينور البشره، بيمنع اكسده البشره، بيمنع الخطوط والتجاعيد من البشره، بيزود الكولاجين في البشره، بيجدد خلايا البشره. كل ده بيعمله فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا 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 جدا، فوق ما انت متخيله. لازم كل يوم فيتامين سي. لو انت في الحياه كلها تستعملي السيرم، تستعملي الفيتامين سي والريتين، لو انت بشرتك تمام وبرف، بس حسب بشرتك وحسب مشاكل بشرتك، بس ده اساسي. لو انت عندك حبوب في البشره، عندك اي مشاكل، نعالج الحبوب، نعالج كل الحاجات دي، نبتدي نستعمل الروتين الصح، فيتامين سي والريتينول. بس لازم نعالج بشرتنا كويس قوي. تاني حاجه بقى الهيرونيك اسيد. انا بجيب الهيرونيك اسيد بتاع انفينيتي، عاجبني عجب السنين، وحياة ربنا حلو جدا، وبجد النتيجة بتاعته في ثواني، في ثواني بتلاقي النتيجة على البشرة. الهيرونيك اسيد ده من اعظم السيرامات اللي في الدنيا، ده ينفع لجميع انواع البشرة، دهنية، جف، بصوا كل انواع البشرة، يعمل على ترطيب البشرة وترابط الخلايا ببعض. وكمان لو انت عندك خطوط وتجاعيد بتتنفخ، بتتملي كده، وبيمنع تعمق التجاعيد. يعني مثلا الناس اللي عندهم خط الابتسامة، عندهم العينين هنا، فلما بيضحكوا لو ما استعملوش الهيرونيك اسيد التجاعيد بتبقى عميقة، بتبقى واضحة قوي. طول ما انت بتستعملي الهيرونيك اسيد ده بيملى المكان ده، او مش هيروح وكل حاجه، بس ما تزهقي. انا مش عايزاها بتدي النفخه. لو انت بتحبي الخدود، بتحبي الشفايف التخينه، انا بحط كمان على شفايفي عشان شفايفي بتبقى ناشفه، وبعد كده بحط وراها فازلين فيدي النفخه اللي انتوا شايفينها. يعني على الحقيقه مش كده خالص، على الحقيقه اقل من كده شويه كتير، يعني مش شويه كتير قوي، شويه. تاني حاجه مهمه، ده بيتحط على البشره كلها عادي، صبح
الصبح وبالليل، بتستعمليه صبح وبالليل عادي مفيش مشاكل. فده حلو قوي، جربوه هينفعكم جدا 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 لكل الناس اللي عايزه تحافظ على ملامح وشها. اي سيرم بيخش معاه عادي. ده الهيالورونيك اسيد ده حبيب الكل، مفيش اي مشاكل منه خالص. مش بس ترطيب للبشره الجافه، لا، ترطيب البشره الدهنيه والحساسه والمختلطه، كل حاجه. تاني حاجه بقى عايزه اتكلم عليها هو الناسراميد. الناسراميد الناس كتير بتموت فيه، ناس كتير قوي بتحبه، وناس كتير خاف تدخله في الروتين بتاعها. طب الناسراميد بيعمل ايه اصلا؟ على فكره الناسراميد بيعمل على تقليل الافرازات الدهنيه، في نفس الوقت بيرطب البشره جدا، وينفع مع الهيالورونيك اسيد، وينفع مع فيتامين سي، وينفع مع ساليسيليك اسيد، ينفع مع كل انواع السيرم. بس الطريقه اللي هتدخليه بيها الناسراميد بيقلل الحبوب للناس اللي بشرتهم دهنيه جدا، زائد الساليسيليك اسيد زي ما قلت لكم كده. طبعا في بقى السيرم بتاع الساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد ده مهم جدا، بيعمل على تقشير البشره، الناس اللي عندهم حبوب، الناس اللي عندهم ندبات، الناس اللي عندهم حب شباب وعندهم زق في وشهم، بيقلل جدا وبيعالج جدا الحبوب، وبيعالج الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. بس ده بتستعمليه 3 مرات في الاسبوع، لانه قوي جدا، من ماده التقشير قويه جدا جدا على البشره. ما ينفعش تستعملها حتى الصبح، بنستعملها بالليل بس قبل ما ننام. بشرتنا بتتعالج وكله تمام، مفيش حبوب مفيش اي حاجه. نبتدي بعد كده نستعمل الروتين الاساسي، وهو بعد كده ممكن نستعمل الريتينول بيعمل برضو مشتقات فيتامين أ، بيعمل على تقشير البشره بس تقشير خفيف، في نفس الوقت بيحافظ على البشره وبيديها كده جلوي، وبيحافظ عليها مفيش بقع مفيش خطوط. بعد كده بنقدر نستعمل الريتينول زي ما انا اتكلمت عن الريتينول، نقدر نستعمله بعد كده مدى الحياه. طول ما وشنا فيه حبوب وطول ما وشنا فيه مشاكل بس حبوب قويه جدا جدا، نستعمل الساليسيليك اسيد، هيهدي البشره جدا ويخلي البشره صافيه جدا، وكمان بيخفي علامات الشيخوخه في البشره. علامات الشيخوخه عارفين في بقع بني كده بتيجي للناس الكبار في السن، فالدكتور دايما يقول ايه، لا استعملوا الساليسيليك اسيد، بيدوها للناس الكبار في السن اللي بيطلع لهم بقع كده في وشهم بني كده. البقعه دي تختفي تماما بسبب الساليسيليك اسيد لو استعملته بانتظام وبالطريقه الصح. طول ما انت ماشيه على الروتين الصح بعد ما عالجتي بشرتك خلاص تمام. بس انا نصيحه مهمه قوي، الهيالورونيك اسيد، فيتامينز، وكمان الريتينول، الثلاثه دول ما تغيرهمش، دول تستعمليهم مدى الحياه، زائد الكريم المرطب. الكريم المرطب تغيريه زي ما انت. انا بقى لقيت كريم مرطب كنز، كريم مرطب بزيت السمك، كريم مرطب بصوا في مواد كتير قوي مش موجوده في اي كريم تاني. في زيت السمك زي ما قلت، في كمان بنسينول، وفي كمان هيالورونيك اسيد، وفي ناسراميد، وفي كمان نسبه من الساليسيليك اسيد ريحته زي زيت السمك. عارفين السيرم اللي انتوا بتشتروه من الصيدليه زيت السمك ده هو. انا بجربه دلوقتي تحت التجربه، مش اكيد حلو ولا حاجه، بس لما اخلص تجربته اكيد هقول لكم. بس انا مجرباه دلوقتي بقالي اسبوعين، حلو قوي، ما طلعليش ولا حبايه. هو يبان ملمسه تقيل على البشره، وما ينفعش البشره الدهنيه ولا المختلطه. اول ما تحطيه ما تحسيش بالملمس ده خالص، بيهدي البشره جدا. انا كنت عامله على وشي جلسه ديرما بعد، عشان كده بطلع من غير ميك اب اغلب الوقت لاني بعملها. عايزه كريم مهدي، لان الكريم طبعا ده كريم بقى غالي جدا في نفس المقاطعه، ما ينفعش نروح نشتريه. طول الوقت بدور على كريم بيهدي البشره وفيه فوائد نفس مواد السيكا بلس. طبعا انا جمعت لكم حاجات تحفه جدا، هنزلها ان شاء الله قريب فيديو كده بجمع لكم كل الكريمات الغاليه جدا جدا اللي انا شخصيا كنت بستعمل البديل بتاعها انا مجرباه، فبالتالي انا هتكلم عن تجربتي. اخر فيديو كان ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، اشتراك، وانا فعلوا الجرس عشان اوصل لكم اي فيديو جديد. انا ياسمين، واستناكم الفيديو الجاي. باي باي.